بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي. بعد ما خدنا المنهج الجديد من سنة رابعة ابتدائي مرورا بخمسة ابتدائي وستة ابتدائي، اللي هيتغير السنة دي منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. النهاردة هجيب لكم المنهج ونشوف هنتكلم في المنهج على إيه في الترم الأولاني. يبقى النهاردة هندرس مع بعض أو هناخد مع بعض منهج الدراسات الاجتماعية. هناخد ايه السنة دي في منهج الدراسات الاجتماعية؟ النهاردة هنشوف منهجنا في قسم الجغرافيا او الوحدة الاولى. يبقى هناخد في اولا الجغرافيا. يلا نشوف الدروس اللي احنا هندرسها السنة دي في الترم الاول في منهج اولى اعدادي الجديد. اول درس هيتكلم عن ايه؟ الدرس الاولاني هيتكلم عن الموقع الجغرافي لمصر. الموقع الجغرافي. طب هندرس ايه في الموقع الجغرافي لمصر السنة دي؟ هندرس موقع مصر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعالم. مصر موجودة فين بالنسبة للعالم؟ موجودة في وسط قارات العالم، بالذات أوروبا وأفريقيا وآسيا. برضه هندرس جزئية تانية في الدرس ده. هندرس موقع مصر بالنسبة للوطن العربي. مصر ضمن 22 دولة عربية بنسموهم دول الوطن العربي. هندرس برضو في الدرس الأولاني موقع مصر بالنسبة لأفريقيا. مصر موجودة فين بالنسبة لأفريقيا؟ طبعا موجودة في شمال شرق أفريقيا. يلا مع بعض نرسم الكرة الأرضية ونحدد عليها الثلاث حاجات دول. أول حاجة، مصر في وسط قارات العالم. القارة اللي فوق اسمها أوروبا، اللي في الجنب اسمها آسيا، اللي تحت اسمها إيه؟ أفريقيا. يبقى مصر في وسط قارات العالم وخصوصا قارات العالم القديم. طب موقع مصر بالنسبة للوطن العربي. مصر من دول الوطن العربي. طب الوطن العربي يا مستر كام دولة؟ واخدين في 6 ابتدائي 22 دولة. 12 في الجناح الآسيوي و10 في الجناح الايه؟ في الجناح الأفريقي. مصر دولة أفرو آسيوية، فيها جزء اللي هي سيناء في آسيا وبقية مصر في قارة ايه؟ في قارة أفريقيا. موقع مصر بالنسبة لأفريقيا. مصر موجودة في قارة أفريقيا فين؟ في شمال شرق قارة أفريقيا. تعتبر البوابة لقارة أفريقيا من جهة مين؟ من جهة الشمال. يبقى موجودة في شمال شرق قارة أفريقيا. ده الدرس الأول اللي هندرسه السنة دي. يلا مع بعض نشوف الدرس الثاني في الوحدة الأولى في المنهج الجديد. الدرس الثاني بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن تضاريس مصر. التضاريس اللي موجودة في مصر اللي هندرسها. إيه هي التضاريس دي؟ عندنا 3 أنواع من التضاريس. عندنا جبال، هندرس الجبال زي جبال البحر الأحمر، زي جبال سانت كاترين، زي جبل العوينات. كل الجبال الموجودة في مصر هناخدها. هناخد برضو الهضاب. عندنا هضبة الصحراء الغربية وهضبة الصحراء الشرقية والهضاب الموجودة فيها. برضو عندنا السهول. عندنا سهول فيضية حوالين نهر النيل، وعندنا سهول ساحلية حوالين البحار. ده الدرس الثاني اللي هندرسه السنة دي. طب الدرس الثالث بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن المناخ. طب هندرس ايه في المناخ السنة دي يا مستر؟ هندرس الفصول الأربعة في المناخ. يبقى هندرس الفصول الأربعة اللي هو الربيع والخريف والصيف والشتاء، ونعرف خصائص كل فصل مناخي من الفصول دي. 2، هندرس برضو تأثير المناخ على الأنشطة البشرية. المناخ بيأثر على الزراعة، والمناخ بيأثر على الصناعة، وبيأثر على السياحة. هندرس ده كله السنة دي في المنهج الجديد. ده الدرس الثالث المناخ. آخر درس في الوحدة الأولى اللي هي الجغرافيا عندنا السنة دي، الدرس الرابع بيتكلم عن الموارد الطبيعية. إيه الموارد الطبيعية اللي ربنا عملها وهندرسها السنة دي؟ هندرس الموارد المائية. هندرس المية عذبة والمية المالحة، هندرسهم في مصر. برضو هندرس الموارد المعدنية، يعني المعادن الموجودة في مصر، حديد، فوسفات، منجنيز، كل المعادن الموجودة في مصر هندرسها السنة دي. برضو هندرس الموارد النباتية والحيوانية، يعني هندرس بعض المحاصيل اللي بتتزرع في مصر، وبرضو هندرس بعض الحيوانات اللي موجودة أو الثروة الحيوانية الموجودة في مصر. كده يبقى الوحدة الأولى جغرافيا وماشينا فيها النهاردة، وعرفنا هناخد إيه منهجنا السنة دي في الوحدة الأولى. انتظروا معايا برضو هناخد منهج التاريخ المرة الجاية. مع تحياتي مستر جبر.